السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض معجنات بطريقة سهلة وبسيطة، كمان طعمها تحفة وشكلها ولونها بجد بيتكلم عن نفسه. ان شاء الله وصفتنا النهاردة هنبدأ نطبقها حلو وحادق، يعني تقدري تستخدميها لو عايزاها حلوة هتمشي معاكي، لو عايزاها حادق هتمشي معاكي. كمان تقدري تنوعي في الحشوات. انا هعمل معاكم ان شاء الله عجوة وجبنة وكمان شوكولاتة، تقدري تحطي فيها لحمة، تقدري تعملي فيها اللي انت عايزاه. بصوا العجينة طرية وهشة وطبقات من جوه بجد تحفة جدا. تقدري كمان تخزنيها في الفريزر، وقت ما تعوزيها تطلعيها تطلع معاكي زي ما هي دلوقتي بالظبط. يلا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا هستخدم الدقيق بتاعي، دقيق متعدد الاغراض، دقيق فاخر. انا هستخدم دقيق العيله، اي نوع دقيق انت بتفضليه وعارفاه تقدري ان انت تستخدميه عادي مفيش مشكله. هضيف بقى محتويات الكيس كده في البوله بتاعتي، طبعا البوله ناشفه ما فيهاش اي قطرات من الميه خالص. وهضيف كمان نص كوبايه من السكر البودره، وكمان معلقتين كبار من الخميره الفوريه، وكمان 3 معالق كبار من اللبن البودرة. تقدر تستغني عنه بس بجد بيدي طراوة للعجينة. كمان ذرة ملح وربع معلقة كبيرة من البودر. هقلب كده بقى تقليبة سريعة كل المواد الجافة دي مع بعضها، علشان لما نضيف بقية المواد بتاعتنا تكون العجينة بتاعتنا سهلة. هضيف كده البيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وكمان معلقة خل. اولا هتدي طراوة، ثانيا هتمنع زفارة البيض. طبعا اللبن هنا معايا انا استخدمت نص كيلو من اللبن، لبن دافي، يعني حوالي 3 كوبايات من اللبن. ما اقدرش ان انا اقول لك كميه اللبن دي انت تقدري تستخدميها، طبعا الدقيق بيختلف من شركه لشركه. فاللبن او الميه لو انت عايزه تستبدلي اللبن بميه مفيش مشكله، بس لازم تكون دافيه. هقلب بقى كده العجينه بتاعتي. طبعا العجينه بتاعتي هتكون سايله مش متماسكه خالص، مش بعجن، انا بس بقلب كل المكونات مع بعضها. هسيبها بقى كده ترتاح، يعني اغطيها بستريتش راب او بفوطة مطبخ نظيفة، وهسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. بصوا هي ملزقة خالص. طبعا انا مش هستخدمها بالوصف ده، انا لسه هكمل عليها اكتر من كده. هسيبها بس شوية كده ترتاح وبعد كده اكمل معاكم ان شاء الله. مجرد بس ان انت تغطيها كده، طبعا اكيد هي هتختمر معاكي لان هتغطيها، فاكيد الخميرة بتاعتنا هتعمل المفعول بتاعها. بصوا هي كده اختمرت اهو، مجرد ربع ساعة اختمرت على طول. هطلع بقى كده الاسترتش بتاعنا، ويفضل ان انت تدهني الاسترتش بمادة دهنية علشان ما يلزقش بالطريقة دي. هبدأ ان انا انزل بقى العجين بتاعي على البورد، واقلبه بقى تقليبة حلوة كده على البورد، مش هحتاج للبولة خالص. طبعا السكرابر هنا بيساعدني في ان يشيل العجين بتاعي من البورد بتاعنا. هضيف هنا بقى نص كوباية من الزبدة طبعا فيرن وطرية بدرجة حرارة الغرفة، علشان تبقى سهلة معايا وانا بفردها في العجينة. علشان هي مكعبات تقدري كمان تعمليها سايلة، يعني تحطيها على حمام مائي وتبقى سايلة خالص زي الزيت كده. هنبدأ كده ان احنا نحرك العجينة بقى بسهولة خالص. طبعا هتاخد وقت معاكي شوية. السكرابر بيساعدني، تقدر تعملي بالمعلقة اي حاجة عندك لو مش عندك السكرابر يعني، بس السكرابر بيساعدني كتير جدا. بين كل فترة وفترة كده بغسل ايدي انضفها من العجين او من بقايا العجين اللي فيها، وارجع تاني اعجن العجين بتاعنا. بصوا انا مش بعجنه، انا بفرده في البورد وارجع ان انا اقلبه تاني. هتاخد معاكي حوالي بالظبط ربع ساعة. بصوا ان احنا نخبطه كده في البورد ده بيديله برضو طراوة، وغير كده بيعجنه معايا كويس جدا. انا مش عايزه اعجنه زي اي عجين تاني. بين كل فتره وفتره بروح اغسل ايدي وارجع تاني، علشان البقايا بتاعه العجين دي بتخليني مش متحكمه فيها، وكمان بتبقاش زي ما انا عايزاها. كل انتي ما تعجني فيها بالطريقه دي وتخبطي بالبورد ده هتطلع معاكي ناعمه جدا زي ما انتوا شايفينها دلوقتي. خلاص ما عادتش بتلزق في ايدي، خلاص يبقى هي كده تمام وزي الفل. هحطها بقى في البوله تاني وادهنها دهنة زيت، علشان لما اغطيها بالاسترتش او بالفوطة ما تلزقش زي ما شفناها قبل كده. بس كده غطيها بقى بالاسترتش، وهسيبها برضو حوالي ربع ساعة نص ساعة كده لغاية ما تختمر معايا وتبقى زي الفل. تمام بقى عجينتنا سحرية جدا، بصوا ما شاء الله
اختمرت، الاختمار بتاعها حلو جدا، خميرتنا ما شاء الله كويسه. بصوا الزيت بقى مخلاش الاسترتش يلزق فيها خالص، زي الفل. هطلعها بقى كده على البورد او على المفرش بتاعنا، اي حاجه بقى عندك كده، طبعا ضامنه نظافه الحاجه اللي انت بتستخدميها دي كلها. هقسم بقى العجينه، برضو السكرابر هيساعدني لان هي فيها شويه من التلازيق. هاخد بقى جزء كده وابدا ان انا اعمله كور صغيره، طبعا حسب المقاس اللي انت عايزاه. هدهن بس دهنه بسيطه كده من الدقيق على المفرش عشان يسهل عليا ان انا اعرف امسكها. وكمان هجهز الصينيه بتاعتي وبرضو هفرشها كده برشه بسيطه من الدقيق. هعملها بقى كور صغيره كده زي ما حضراتكم شايفين. الكوره دي بقى حسب ارتياحك انت، يعني انت عايزاها صغيره عايزاها كبيره براحتك. ويا ريت كله بس يكون بالحجم واحد علشان اثناء التسويه يبقى كله تسويه واحده. لو حسيتي ان في كرة جت معاكي صغيره بتزودي جزء من العجين، جت معاكي كبيره بتحوشي منها جزء صغير من العجين. حطيتهم كده في الصواني وبدات ان انا اغطيهم بكيس من اكياس السندوتشات، فتحتهم وغطيتهم كده علشان ياخدوا راحتهم شويه 10 دقايق، وهبدا ان انا استخدمهم على طول. هجيب بقى كده القطعه الاولانيه اللي انا عملتها اول حاجه خالص، اول كوره عملتها، وهبدا ان انا افردها كده، ابططها زي القرص كده بالظبط، وابدا ان انا افردها بالنشابه بتاعتنا بالطول طبعا علشان تاخد معايا الشكل اللي انا عايزاه. حابه تسيبيها مدوره براحتك، الشكل بقى ده يرجع لك انتي وحسب ما انتي تحبي. انا هعملها كده بالطول، وابدا ان انا احط الحشو بتاعي جبنه رومي اهو. برضو الحشو ده يرجع لك انتي وحسب اطفالك ما بتحب. هقفل عليه كويس جدا، وبالاداه دي هبدا ان انا اقطع العجين بتاعنا بضغطه كده بسيطه. الاداه دي بجيبها من محل مستلزمات الحلويات. بصوا بقى شكلها تحفه بجد. هحطها بقى في الصينيه على طول، طبعا الصينيه مدهونه ماده دهنيه بسيطه. وهبدا ان انا اعمل معاكم واحده تانية، وهحشيها جبنه عاديه خالص. تقدري بقى تستخدمي جبنه اسطنبولي، جبنه فيتا، اي جبنه انت بتحبيها او اطفالك بيحبوها، بس يا ريت بس ان انت تكسريها كده علشان ما تبقاش كتله واحده في اتجاه واحد. وحطيت معاها كمان جبنه رومي. هقفل عليها كويس جدا علشان اضمن ان الحشوه بتاعتي تقفل عليها ما طلعتش مني. وهبدا برضو اقطعها كده بالقطاعه والفها ابرمها لغايه ما اوصل للنهايه، والفها لفه بسيطه كده. هتحطيها برضو في الصينيه بنفس اللفه دي. هعمل معاكم واحده كمان هنحشيها عجوه عاديه خالص من الناعمه. بجيبها وبحط معلقتين من السمنه في طاسه، وبحط عليهم العجوه دي واقلبهم تقليبه سريعه كده علشان تبقى ناعمه معايا زي ما حضراتكم شايفينها كده. هاخد منها جزء صغير في ايدي واعمله زي الصابع كده، وابدا ان انا افرده في العجينه واقفل عليه نفس الكلام بالظبط، نفس ما عملنا في الجبنه. وبالسكينه لو ما عنديش بقى القطاعه دي، بالسكينه هبدا ان انا اقطع كده حركات بالطول، واقفل العجينه زي ما بنقفل عادي خالص بالقطاعه. يعني لو ما عندكيش القطاعه تقدري تعملي بنفس الطريقه بالسكينه كده. وهقفل عليها برضو. بصوا هلفها رول وابدا ان انا اتنيها بس كده. عايزه الشكل يبان اكتر تقدر ان انت العجين ده تقطعيه يبقى واضح قوي في التقطيع، يعني تفصل العجين من بعضه. معايا هنا بقى قطع شوكولاته نوتيلا بندق سما، وبقفل عليها نفس النظام بالظبط. وهبدا ان انا اقطعها برضو بالقطاعه كده، بضغط ضغطه بسيطه وابدا ان انا الف رول لغايه ما اوصل لنهايه العجين بتاعنا، والفها كده بالظبط كده. كل ده بقى بحطه في الصينيه مدهونه بماده دهنيه، وخلي بالي ان هو لازم هيختمر، اكيد يعني لازم هيختمر. هسيبها برضو حوالي 10 دقايق كده بعد ما اغطيها باكياس سندوتشات. هترتفع معايا وهتبقى زي الفل زي ما حضراتكم شايفينها كده. هبدا بقى ادهنها من فوق. انا عملت ايه دلوقتي؟ جبت حوالي ربع كوبايه من اللبن، عليها بيضه كامله ورشه من الفانيليا،
وهبدأ بقى ان انا ادهن كل المخبوزات من فوق، طبعا بحركة بسيطة جدا بالفرشة علشان الاختمار بتاعنا ما يروحش. خلي بالي من الخطوة دي كويس جدا، وخلي بالي كمان ان مفيش اي قطرات من البيض واللبن ده ينزل في قاع الصينية من تحت، لانه اول حاجة بيتحرق، ثانيا بيخلي قطعة الكرواسون او المخبوزات بتاعتنا بتلزق في الصينية بتاعتنا، وكمان بتاخد لون من تحت، وانا مش عايزة ده خالص. تمام كده. وهبدأ بقى ان انا اميز ما بين الحلو والحادق. الحلو هسيبه من غير اي حاجة فوق، اما الحادق هحط عليه سمسم من فوق كده. تقدر تحطي حبة البركة، تقدر تسيبيه خالص، مفيش مشكلة برضو لو انتم مش بتحبوا السمسم او حبة البركة. تقدروا برضو تحطوا جبنة رومي من فوق او جبنة موتزاريلا، حسب اللي يريحكم واللي يرجع لمقدرتكم في البيت. تمام اهو زي الفل. يبقى كده جهزنا الحلو وجهزنا الحادق من عجينه واحده. هنحطها بقى في الفرن، في قاع الفرن لغايه ما تحمر. ابدا ان انا اطلعها على الشوايه لغايه ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا ده. زي ما حضراتكم شايفين كده لونها تحفه ومستويه كويس جدا، وطعمها بجد تحفه جدا. عجينه بجد سحريه، تقدر تستخدميها في جميع انواع الحشوات او في جميع انواع المخبوزات. تقدر تعملها منها دوناتس، تقدر تعملي منها بيتزا، كل انواع اللي حضراتكم تحبوها في المخبوزات تقدروا تستخدموا العجينه دي. سهله وسريعه وما خدتش وقت كتير خالص. ووصفتنا النهارده جميله، والنوع المخبوزات تحفه، واللون بجد خطير جدا، وطعمها جنان. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. بصوا هشه جدا وطريه، وكمان من جوه طبقات. بصوا العجينه تحفه بجد. يلا بقى ما تنسنيش بالشير واللايك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.